أنا طول عمري كنت فاكرة إن السلام النفسي معناه إن حياتي كلها تبقى هادية، يعني مفيش مشاكل، مفيش خناقات، مفيش قلق. بس مع الوقت اكتشفت إن الدنيا عمرها ما هتكون كده. السلام النفسي مش إن الدنيا تسكت، السلام النفسي هو إن قلبك جواك يبقى ساكت حتى لو الدنيا حواليك بتولع. عارفين، أنا زمان كنت بستنى اللحظة اللي كل حاجة فيها تبقى تمام، أقول لنفسي لما أخلص دراسة، لما ألاقي شغل، لما حياتي تستقر، ساعتها هرتاح. بس كل مرة كنت أوصل لحاجة ألاقي نفسي عايزة حاجة تانية، لحد ما فهمت إن السر مش في اللي حواليا، السر جوايا أنا. السلام النفسي هو لما تبصي في المراية وتشوفي نفسك بعيوبك وتقبليها، هو لما تسامحي نفسك على غلطاتك وتتعلمي منها بدل ما تعيشي طول عمرك تلومي فيها نفسك. السلام النفسي هو اللي تعلمي تقولي مش كل حاجة تستاهل أرهق نفسي علشانها. أنا اتعلمت إن في حاجات صغيرة جدا ممكن تغير يومي، زي كلمة حلوة من حد بحبه، زي قعدة هادية مع فنجان قهوة، زي إني أسمع صوت ضحكة من قلبي. هو ده اللحظات اللي بنفتكرها بسيطة، بس هي اللي بتصنع السلام اللي جوانا. خليني أقولكم حاجة مهمة، السلام النفسي مش هدية من حد ومش مكان هنوصل له. السلام النفسي قرار، قرار إني أعيش اللحظة، قرار إني أحب نفسي، قرار إني أختار أكون هادية حتى لو الدنيا مش هادية. وصدقوني أول ما تبدأي تحسي بالسلام ده جواكي هتعرفي إن الحياة مش محتاجة تبقى مثالية علشان تبقى جميلة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس